السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. النهاردة بقى روحنا السوق، جبنا ورق العنب الجميل ده وعايزين نخزنه، بس هنخزنه بقى بطريقة جميلة ومحترفة بحيث انه ما يتكسرش مننا في الفريزر ويقعد معانا بدل السنة سنتين. تمام. شايفين ورق العنب؟ اول حاجة انا بعملها وانا بشتري ورق العنب، بختار الورقة الناعمة، ورق العنب البناتي اللي احنا عارفينه، الورقة الناعمة اللي لونها فاتح. تمام. ما فيهاش العروق بتاعتها، مش لونها احمر، لا بيكون لونها اخضر كده زي ما انتم شايفين معايا. والورقة حلوة ومتوسطة كده، ولا كبيرة ولا صغيرة. شايفين النعومة؟ في منتهى النعومة، ملمسها ناعم جدا فوق ما تتخيل. يلا بينا احنا نفرزها مع بعضنا. الطريقة دي يا حبايبي بتقعد معايا سنة وسنتين وثلاث سنين، والله ما بيغير لونها ولا بتسود ولا بتتكسر ولا اي حاجة. انا السنة اللي فاتت يعني الحمد لله رب العالمين عملتها بنفس الطريقة دي وقعدت معايا من السنة للسنة. انا فكيتها معاكم في اول فيديو عملنا فيه المحشي الضلمة، وعملنا ورق العنب مع بعض، كان بايت عندي من السنة اللي فاتت. تمام. احنا طبعا بنشيل العروق بتاعته ديت، وبرص واحدة فوق واحدة كده زي ما احنا شايفين مع بعض. وما تقلقيش لو الرصة بتاعتك جت واحدة كده وواحدة كده، ولا تقلقي خالص. احنا هنلم كل ده مع بعضه كده في الورق، مع في الاستريتش راب مع بعضنا. تمام. شايفين حبايبي؟ لميته كله مع بعضه كده، هنرصهم جنب بعض. طبعا كل الكمية بتاعتي انا جايبة 5 كيلو، هنرص كل الكمية كده جنب بعض كلها لحد ما اخلص خالص، وابتدي بقى اجيب الاستريتش راب بتاعنا ونلف كده. حبايبي انا هعمل معاكم واحدتين كده، هنعمل مع بعض كام واحدة عشان بس تتأكدوا من اللفة. لازم تكوني مقفلة وتخرجي الهوا منها، وبتلفي جامد قوي وتشد عليها الاستريتش. انا حسيت ان انتوا مش شايفين كويس بالطريقة الاولى، فلفيت بالطريقة التانية دي سهلة جدا. هي نفس الطريقة بس كانت العكس طبعا. انا بحط ورق العنب كده واقفل من الجنبين كأنك بالظبط بتلفي ورق العنب. شوفي انت وانت بتلفي فيه الرز كده وتعملي صباع ورق العنب اهي، زيها بالظبط. الاستريتش راب هخرج الهوا منه، اقفل من الجنبين واخرج الهوا واقفل جامد. نفس الطريقة بنعمل كل الكمية طبعا بنفس الطريقة. بيقعد عندك بقى من السنة للسنة، وممكن سنتين، ممكن سنتين ونص. ولا بقى برطمانات ازاز وتقعدي توجعي دماغك بقى وياخد مساحة في التلاجة، ولا بتحطيه بالكيس كده زي ما هو وتيجي تنقليه عشان تحطي حاجة تانية يتكسر منك. شايفين حبايبي؟ دي بقى مين يتخيل ان دي 5 كيلو؟ شوفوا كام واحدة معايا. انت هتاخدي الوحدتين من دول هيملولك حلة ورق عنب، بسم الله ما شاء الله. اللفتين من دول هيعملوا لك حلة ورق عنب محترمة. وبنجيب درج الديب فريزر كده ونرصهم واحدة جنب واحدة. ما عندكيش الديب فريزر، في الفريزر بتاع التلاجة العادية ما بياخدش اي مساحة عندي. وبس كده خلاص خلصنا الفيديو. واللي وصل معايا لحد هنا ما ينسانيش بلايك وشير وسبسكرايب يوصلكم مني كل جديد، واشوفكم في فيديو جديد ووصفة جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمتم في حفظ الله.